اليوم جبت لكم ابن تحليه في العالم بطريقه جديده، بدون نشا بدون بيض، اللي ما جربهاش راهي راضي، وزيد سريعه التحضير بمكونات خفيفه واقتصاديه عليكم. تبعوا معايا الوصفه وطريقه التحضير. الحاجه الاولى نبداو بالطبقه الاولى تاع البسكوي. انا اليوم حبيت نبدل شويه من هذاك البسكوي اللي مالت نشروه، خيرت ندير معاكم لي كوكيز. حكموا باطا تاع لي كوكيز، ريحوها مليح ورموا عليها مغرفه تاع زبده ولا مارغرين. من بعد خلطوا مليح المكونات تاعكم، جيبوا المول اللي حبيتوا تخدموا فيه وديروا الطبقه الاولى. هاد الكوكيز راح يعطيكم واحد البنه، واش نقول لكم، ديروه الطبقه الاولى وخليوه يبرد. الطبقه الثانيه بزاف سهله، عندي ريتله غربه تاع الحليب معناتها من ريتله نتوما تنحوا كاس، ونزيد نضيف عليهم زوج حبات تاع البنان، وبلا ما ننسى وحده فلون تاع ايديال بذوق الفاني. والاذواق يبغاو اختياري، تحبوا كراميل تاع البنان تاع الفراس، كل واحد واش يدير. عندي زوج مغارف تاع السكر، نخلطوا مليح في الباتور تاعنا حتى لوين تحصلوا على هذا الخليط. فوق النار نخليوه حتى لوين يثقل هذاك الخليط تاعنا، نديروه كطبقه ثانيه ونخليوه يبرد. طبقه ثالثه بزاف سهله، عندي كاس ونص تاع الماء، ونزيد نضيف مغرفه تاع نيسكافي، ولا باس في هذه الوصفه اللي هو الفلون تاع الشوكولا تاع ايديال. يعني الفلون لازم راح يخليها لكم عقده وتشد روحها الطبقه الثالثه. كيف عندي 3 مغارف تاع السكر فوق النار حتى لوين تشوفوا بدا يغلي الخليط تاعكم، نديروه كطبقه ثالثه. بعد ما بردت هذيك الطبقه الثانيه نخليوه يبرد لمده ساعه، والوصفه تاعنا راهي ليك واجده. ما تنساوش تجربوها وتخلوا لي رايكم وتعليقاتكم في لي كومونتير. واحد البنه، واش نقول لكم، اللي ما جربهاش راهي راطي. الله يدوم قسطو والسلام.